السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبقى في أصداء كأس العالم للأندية التي أقيمت بالمغرب، حيث أكد رئيس الفيفا إنفانتينو إعجابه بمستوى تنظيم كأس العالم للأندية بالمغرب، ونشر تدوين عبر حسابه في الإنستغرام مفادها: المستوى التنظيمي كان جد رائع، شكرا للشعب المغربي على الاستقبال. وأضاف: إن نسخة الموندياليتو في المغرب ستبقى راسخة في الأذهان. كما وجه اللاعب البرازيلي جونيور المحترف بريال مدريد رسالة شكر عبر موقع تويتر مفادها: شكرا يا مغرب، لقد رأيت بالفعل شغفك في كأس العالم. أما الأخبار أسود الأطلس المحترفين بالخارج بالبطولات الأوروبية، وقد ساهم يوسف النصيري وياسين بونو في فوز فريقهما إشبيلية على ريال مايوركا، إذ سجل النصيري الهدف الأول، فيما حافظ بونو على نظافة شباكه. وبهذا الفوز فقد رفع رصيده يوسف النصيري إلى 9 أهداف في هذا الموسم. أما في الدوري الإنجليزي فقد حاز اللاعب المغربي نايف أكرد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ويست هام ضد تشيلسي ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، وذلك رغم تركه للملعب في الدقيقة 80 بعد تعرضه لإصابة. وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بالإشارة. فقد كان زياش على دكة احتياط تشيلسي. ومرة أخرى هنا تطرح علامة استفهام عريضة: لما لم يسمح النادي لزياش بالانتقال إلى الفريق الباريزي؟ هذا الأخير في مقال شبكة لوسبورديس الفرنسية أشارت أن زياش ما يزال ضمن قائمة اهتمامات مسؤولي باريس سان جيرمان، ويخطط النادي للعودة من أجل حسم صفقة انتقال زياش لصفوفه في الصيف القادم. فيما وصل الدولي المغربي زكريا أبو خلال تألقه بتسجيله هدف آخر لفريقه تولوز ضد ستاد، وتمكن فريق زكريا أبو خلال من الفوز بحصة 3-1 برسم اليوم 23 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى. أما في الدوري الإيطالي وضد الدرجة الثانية لكرة القدم، قد قاد اللاعب المغربي وليد شديرة فريقه باري الإيطالي إلى الفوز على ضيفه كوسينزا ب2-1. وعن أخبار المنتخب الوطني، تم تحديد المباراة الودي التي ستجمعه ضد منتخب البيروفي، والتي ستقام في إسبانيا بملعب نادي أتلتيكو مدريد في مارس المقبل على تمام الساعة 8:30 مساء. وهذا الخبر أكدته الصفحة الرسمية للمنتخب البيروفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونبقى في مجال كرة القدم، تعادل فريق الجيش الملكي اليوم مع نظيره بيراميدز المصري على ملعب دفاع الجو بالقاهرة في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. أما في أخبار الدولية، زلزال لضربات تركيا وسوريا وقد تجاوزت حصيلته 30,000 قتيل. وقد تمكنت الفرق المختصة من العثور على ناجيين، إذ تم انتشال طفل رضيع بعمر 7 أشهر، سبحان الله، وفتاة في عمر المراهقة، وذلك بعد حوالي أسبوع تقريبا من وقوع الزلزال. وأما في المغرب فقد أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء
عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8 درجات على سلم ريشتر صباح يوم الأحد بإقليم الحسيمة. اللهم أزل عنا البلاء والمحن وجميع الفتن، وهون على إخواننا في سوريا وتركيا، آمين يا رب العالمين. أما في أخبار الكبرنات، تستمر وكالة الأنباء الجزائرية في نشر الأكاذيب حول المغرب لتضليل الرأي العام ومحاولة لتجيش الشعب الجزائري على عدو وتصوره عدوا وهميا وهو المغرب، إذ نشرت هذه الوكالة التي أصبحت متخصصة في مهاجمة المغرب فقط أنها تعرضت لهجمات سبرانية حادة محملة المسؤولية للمغرب وإسرائيل، مما تسبب في حجب موقعه مؤقتا. نسأل الله أن يحجبه دائما، لأنه لا ينشر إلا الأكاذيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تدعمونا وتدعموا هذه القناة، وشكرا لكم.